ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. عاوزكم تركزوا معايا النهاردة لأن الفيديو ده مهم وهيهم أي حد مقدم في مشروع سكن لكل المصريين، خصوصا اللي هيمضوا العقد أو اللي مضوا العقد مع البنك. المرحلة دي بالذات حساسة جدا، وفيها ناس بتفرح وتستعجل، وفيها ناس بتقع في مشاكل ممكن تكلفها فلوس ومجهود ووجع دماغ مش طبيعي. فأنا النهاردة جاي أكلمك من واقع تجارب ناس كتير قبلك، وهقول لك كل خطوة بالتفصيل، من أول ما تمضي العقد لحد ما تسكن في شقتك وأنت مطمن بإذن الله. لو أول مرة تشوف القناة اشترك وفعل الجرس على الكل عشان توصلك كل الأخبار والتحديثات الجديدة من مشروع الإسكان وسكن لكل المصريين، واعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. بعد ما تروح البنك وتمضي العقد ما تفتكرش إنك خلاص كده بقيت مالك للشقة على طول. العقد ده بيمر على البنك المركزي والجهاز والصندوق وغيرهم، وبتاخد وقت مش قليل، بيتراوح من 3 شهور لحد 6 شهور. وفي ناس بتفضل قاعدة مستنية رسالة أو مكالمة من البنك تقول لهم تعالوا استلموا العقد، بس دي غلطة كبيرة جدا. ليه؟ لأن في بنوك فعلا بيوصل لها العقد وبيتحط في الدرج ومحدش بيتصل ولا بيبعت رسالة. فلو فات 3 شهور والبنك ما كلمكش ما تستناش، روح بنفسك واسأل وخد بطاقتك ورقم الملف وقول لهم أنا مضيت العقد من 3 شهور ولسه محدش بلغني. كتير جدا بيكتشفوا إن العقد وصل فعلا من فترة بس محدش بلغهم. وبعد ما تستلم العقد من البنك خد بالك إن لسه الطريق طويل. دلوقتي لازم تروح جهاز المدينة التابع ليها المشروع بتاعك. في الجهاز هيقولك تصور كذا نسخة من العقد علشان تقدم على المرافق، كهرباء مية غاز، وده ضروري جدا لأنك مش هتقدر تستلم شقة من غير العدادات، وكل مدينة ليها تكلفة مختلفة. الغاز لكن الكهرباء والمية لازم تقدم عليهم فورا. وخلي بالك الدفع مش كاش، كله بالفيزا أو بالكارت البنكي، ودي غلطة ناس كتير بتغلط فيها، تروح ومعاك كاش ويرجعوهم يقولوا لهم ما بنقبلش الفلوس. نخش بقى على محضر الاستلام. بعد ما تقدم على المرافق وتدفع الرسوم بيبدأ الجهاز يجهز لك محضر الاستلام. المحضر ده هو الورقة الرسمية اللي هتثبت إنك استلمت الشقة. الموضوع بياخد من أسبوع لحد شهر على حسب ضغط الملفات. في موظفين بيخلصوا بسرعة وفي ناس بتأخر. تابع بنفسك، خليك دايما ورا ورقك. يوم المعاينة والاستلام، ودي المرحلة اللي أغلب الناس بتغلط فيها. أنت دلوقتي هتروح تشوف شقتك على الطبيعة. المسؤول اللي هيسلمك الشقة هيقولك بمنتهى البساطة امضي هنا واستلم المفتاح. اوعى تمضي قبل ما تبص على الشقة كويس جدا، دي أهم نقطة في الفيديو كله. قول له بص يا باشمهندس نطلع نشوف الشقة الأول وبعد كده أمضي وأنا مطمن. ليه؟ لأنك لو مضيت على محضر الاستلام كده رسميا الشقة استلمتها، حتى لو فيها عيب أو مشكلة بعد كده مش هيصلحها لك. أنت مضيت إنك استلمت على الوضع الحالي. طب إزاي تراجع الشقة صح قبل ما تمضي؟ ابدأ من الباب خطوة بخطوة ومتستعجلش. جرب الباب، شوفه بيفتح وبيقفل بسهولة ولا لأ، الكالون بيشتغل ولا لأ، الشبابيك سليمة، الظرف بتقفل كويس، السلك راكب، لو في بلكونة شوف الحديد تمام ولا متفكك. خد معاك لمبة وشاحن، جرب كل فيشة وكل مفتاح نور، واتأكد إن النور شغال في كل أوضة. شوف لو في سلوك ظاهرة أو سلوك باينة قول لهم تتغطى فورا. السباكة، افتح كل حنفية، شوف ضغط المية، بص على الصرف تحت الحوض في تسريب ولا لأ، شوف الحمام السيفون بيشتغل، شوف البلاعة مش مسدودة. السيراميك، خبط على السيراميك برجلك، لو سمعت صوت طبطبة يبقى السيراميك فاضي ومش لازق كويس، قول لهم يتعدل فورا. راجع كمان على السيراميك الحيطان في المطبخ والحمام. النقاشة، شوف الدهان عامل ازاي، في فقاقيع أو تشققات. لو النقاشة سيئة جدا صورها وبلغ المسؤول قبل التوقيع. الأبواب الداخلية، افتح واقفل كل باب، شوف المفصلات الإقفال المسامير، لو الباب بيعلق أو مش مظبوط ما تمديش غير لما يتظبط. كل الملاحظات اللي شفتها اكتبها في ورقة بخطك، نسخة ليك ونسخة للمسؤول. اكتب مثلا تغيير قانون الباب، تعديل السيراميك، إصلاح تسريب الحوض، دهان الحيطان، واتفق معاه على ميعاد محدد. وتعالى بعد أسبوعين شوف الشقة، وما تمديش على محضر الاستلام غير لما كل حاجة تتصلح. وبعد ما تستلم الشقة خد بالك من شوية حاجات. واحد، غير القانون أو قلب الباب فورا علشان محدش يكون معاه نسخة من المفتاح. اتنين، قفل بلكونة المنور بالحديد، دي أهم حاجة
في ناس حصل لها سرقات بسبب إنها سايباها مفتوحة. قفل الشبابيك الكبيرة بحديد لو أنت دور أرضي. لو ناوي تسكن على طول شوف الكهرباء والسباكة كويس قبل ما تدخل. لو ناوي تأجل قفل كويس جدا وما تسيبش حاجة مكشوفة. الشقة بيكون عليها ضمان سنة من تاريخ الاستلام على الكهرباء السباكة. لو حصل أي عيب خلال السنة لازم تبلغ الجهاز فورا وهم هيبعتوا يصلحوها، بس بعد السنة خلاص بتبقى على حسابك. وقبل ما تسكن صور الشقة بالكامل فيديو من أول الباب لآخر أوضة، ده بيكون دليل في حالة حصلت أي مشكلة بعدين. خد حد معاك وقت الاستلام عشان يبص بعين تانية، ما تسيبش الشقة فاضية فترة طويلة. وقبل أي حاجة أمن شقتك، يعني باب مصفح لو تقدر، شبابيك حديد للمنور، باب حديد خارجي لو الدور الأرضي. لو في منور كبير قفله باب حديد خارجي لو الدور الأرضي. في ناس فعلا سابت شققها بعد الاستلام ورجع لقوها مسروقة، الخلاطات مسروقة، السلوك متقطعة، العدادات متكسرة. فالأمان أولا قبل أي حاجة. لو اكتشفت أي مشكلة بعد الاستلام صورها فورا، روح الجهاز وقدم شكوى مكتوبة، احتفظ بصورة منها مختومة، تابع لحد ما تتصلح. ما تعتمدش على هنيجي بعدين، خليك واضح ومتابع بنفسك. فموضوع الاستلام مش مجرد إنك تمضي عقد وتروح تاخد المفتاح وتمشي، لأ، ده في خطوات كتير لازم تاخد بالك منها عشان ما تندمش بعد كده. من أول ما تمضي العقد في البنك وتتابع معاهم كل فترة، ما تستناش الرسالة. لو اتأخرت اسأل بنفسك عشان العقد ممكن يكون جاهز ومحدش بلغك. وبعد كده لما تاخد العقد وتروح جهاز المدينة اللي تبع المشروع بتاعك وتبدأ تقدم على المرافق مية كهرباء غاز، وتكون محضر وتجهز فيزا فيها المبلغ المطلوب. واعرف كويس إن كل مدينة ليها مصاريف مختلفة، يعني ما تعتمدش على كلام غيرك، اسأل بنفسك في الجهاز. ومرحلة الاستلام ودي أهم خطوة قبل ما تدخل شقتك رسمي، ما تمضيش على أي ورقة إلا لما تطلع تشوف شقتك بنفسك من جوه وتراجع كل صغيرة وكبيرة فيها، من النجارة للنقاشة للسيراميك للسباكة، حتى المفاتيح والقوالين. خد بالك من الفيش، اللمبات، الشبابيك، البلكونات، السيراميك، الحمام والمطبخ. كل تفصيلة صغيرة ممكن توفر عليك تعب ووجع قلب بعدين. ولو لقيت أي حاجة ناقصة أو محتاجة تعديل اكتبها في ورقة وخد نسخة ليك ونسخة ليه. وما تمضيش غير لما تتأكد إن كل حاجة اتصلحت زي ما اتفقتوا. وما تنساش أول ما تستلم غير القانون فورا، وركب باب حديد أو باب مصفح حسب ظروفك، واقفل بلكونة المنور الحديد لأنها أهم نقطة أمان في الشقة، وناس كتير اتضروا لما سووها مفتوحة أو من غير تأمين. وعشان تبقى مطمن أكتر افحص السباكة والكهرباء بعد السكن بفترة بسيطة، لأن عندك ضمان سنة عليهم، ولو في أي مشكلة بيصلحها لك. بس خلي بالك بعد سنة ونص أو سنتين لازم تعمل صيانات بسيطة، لأن ده الطبيعي في أغلب شقق الإسكان. افتكر دايما إن الشقة دي تعب سنين ودعوات ووقت كبير، فحافظ عليها وابدأها صح. خد وقتك وانت بتستلمها ومتستعجلش، وكل ما تهتم بالتفاصيل الصغيرة دي النهاردة هتعيش مرتاح السنين الجاية. وفي النهاية أتمنى من قلبي ربنا يفرح كل واحد فيكم بشقته ويبارك له فيها، وتكون بداية حياة جديدة كلها خير وسعادة. لو استفدت من الفيديو أو حسيت إنه وضح لك حاجات كنت محتار فيها، انزل اعمل لايك وشارك الفيديو مع غيرك عشان الكل يستفيد. واشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد عن مراحل الإسكان والتقديم والاستلام والمرافق وكل التفاصيل اللي بنشرحها خطوة بخطوة. وربنا يوفقكم جميعا ويكتب لكم الخير، وما تنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم. وانتظروا الفيديوهات الجاية.